بصوا على دول. Grab my hand. Don't let go, Gay. I've got you. Please. Don't leave me. Neon lights guide my way. I shine like the break of day. Step by step, I find my beat. The world moves under my feet. Hey, hey, kitty, what's that sound? It's the beat of the street. Let's break it down. شكلها مبهر صح؟ أنا عملت كل الفيديوهات دي بأداة ذكاء اصطناعي جديدة. الأداة دي بتخلي المستخدمين يعملوا فيديوهات جامدة من نص أو صور ببلاش، وأحلى حاجة تقدر تعمل فيديو لشخص بيتكلم بنقرة زرار وسهلة جدا في الاستخدام. كمان بتخليك تستخدم كل الموديلات عالية الجودة زي سيدانس 1.0، جوجل V3، هيلو 2.0، زيرو، كلينج وغيرهم ببلاش. بالأداة دي تقدر تحول كلامك لفيديو في ثواني. في الفيديو ده هوريكوا إزاي تستخدموا أداة الذكاء الاصطناعي دي عشان تعملوا فيديوهات جامدة لمشروعكم الجاي. الأداة اللي بتكلم عليها هي Mind Video AI. Mind Video AI هي أداة ذكاء اصطناعي بتحول الكلام والصور لفيديو جامد باستخدام موديلات عالية الجودة، وبتطلع صور عالية الجودة، وكمان بتحول صوركم لفيديوهات ترند. عشان نبدأ أنا حطيت اللينك تحت في الوصف. أول ما تدوسوا على اللينك هتوصلوا للصفحة الرئيسية. عشان تاخدوا إذن دخول للموقع هنعمل تسجيل. دوسوا على لوجن فوق، تقدروا تسجلوا دخول بحساب جوجل بتاعكم أو تكتبوا الإيميل بتاعكم يدوي. هيحولكوا للصفحة دي. زي ما انتوا شايفين دي فيديوهات معمولة بالأداة دي. تقدروا تشوفوا قد إيه هي كويسة. تقدروا تعملوا فيديو من كلام، صور لفيديو، مؤثرات فيديو بالذكاء الاصطناعي، مزامنة شفاه، كلام لصورة، صور لصورة. هنستعرض المميزات دي واحدة ورا التانية. دوسوا على ميزة كلام لفيديو. عندنا خانة للموجه هنكتب فيها الموجه بتاعنا. يلا نبدأ بموجه بسيط. أنا هكتب قطتين حلوين وملونين بيلعبوا على الأرض بتفاعلات مضحكة. ممكن تستخدموا موجه ذكاء اصطناعي برضو. دوسوا على خانة الموديل فوق عشان تختاروا الموديل اللي عايزينه للفيديو. مايند فيديو بتوفر موديلات بجودات مختلفة تختاروا منها: سيدانس، كلينج، مينيماكس فيديو فيو 3 وموديل سي ويد. اختاروا دقة الفيديو ريزولوشن. عندنا دقتين نختار منهم 480p و 1080p. اختاروا طول الفيديو اللي عايزينه بين 5 و10 ثواني. اختاروا نسبة العرض للارتفاع aspect ratio. الأداة بتاخد كام ثانية بس عشان تطلع النتيجة. دي النتيجة، نتيجة واقعية جدا. القطتين باينين على أرضية خشب بظلالهم وهم بيلعبوا مع بعض بتفاعلات. حتى مع الموجه البسيط الأداة قدرت تتبع الموجه عشان تطلع الفيديو. ده حاجة مبهرة بجد. يلا نجرب حاجة تانية. دلوقتي هجرب أستخدم موجه مفصل أكتر عشان أشوف الأداة بتتعامل إزاي مع الموجهات المعقدة. هحط الموجه اللي عايز أستخدمه في خانة الموجه. هسيب الموديل زي ما هو ديفولت. هغير الدقة من 480p ل 1080p. بعد ما أدوس على زرار الجنريت وأدي النتيجة بعد كام ثانية. نتيجة خرافية بجد. الفيديو شكله واقعي جدا. أنا طلبت فلفل أحمر ماشي في شارع طوب، وأنا اللي طلبته طلع. الحركة شكلها طبيعي جدا، حتى الحركة في الخلفية شكلها واقعي جدا. ده شكله لقطة من فيلم هوليوود. كل حاجة شكلها مبهر. تاني حاجة عجبتني في الفيديو هي حركة الكاميرا، حركة سلسة جدا. يلا نجرب حاجة كمان عشان نشوف الأداة بتتبع الموجة بجد ولا لأ. هحط موجة جديد في الخانة اللي تحت وأدوس جنريت وأدي النتيجة. مبهرة جدا. جودة الفيديو مبهرة. أنا طلبت بنت كورية الصغيرة واقفة على سلم عصري بحوائط فيها تفاصيل وسقف خشبي منحني، والأداة طلعت الفيديو بالظبط اللي طلبته. تقدروا تشوفوا إن الأداة بتتبع الموجة. لو عايز بالظبط اللي بتكتبه في الموجة يطلع في الفيديو بتاعك، Mind Video AI هتعمل كده. قبل ما نروح للميزة اللي بعد كده، تقدروا كمان تعملوا فيديو بيتكلم بجودة عالية على Mind Video باستخدام ميزة كلام لفيديو. هحط الموجة اللي عايز أعمله في خانة الموجة. الموجة فيه شخصيتين بيتكلموا، مؤثرات صوتية ووصف تفصيلي للمشهد. في خانة الموديل هغير الموديل لجوجل V3. خانة اللي تحت زي Blur، Dark Color،
distortion, low quality, low resolution. بعد ما أدوس generate دي للأداة هتطلعه لنا. Hey, hey, kitty, what's that sound? It's the beat of the street, let's break it down. الميزة اللي بعد كده هي صور لفيديو. دي بتخلي المستخدمين يحولوا صورهم لفيديو بجودة عالية في ثواني. دوسوا على upload image عشان ترفعوا الصورة اللي عايزين تحولوها لفيديو. أنا كمان عملت الصورة دي على الموقع وهوريكم إزاي تعملوا كده قبل نهاية الفيديو ده. اختاروا الدقة وطول الفيديو اللي عايزينه، بعدين أدوس generate. الأداة بتطلع الفيديو. نتيجة مبهرة جدا، سينمائية جدا، رد فعل الشخصية مبهر، الحركة طبيعية وواقعية جدا، زاوية الكاميرا برضو مبهرة. مايند فيديو AI قادرة تفهم أي موجة عشان تطلع الفيديو. يلا نجرب نعمل فيديو بيتكلم بالصور. هرفع الصورة للموقع، هحط الموجة اللي عايز استخدمه في الخانة اللي فوق، هختار موديل VO3 في خانة الموديل، بعدين أدوس generate. وادي النتيجة. Neon lights guide my way, I shine like the break of day. Step by step, I find my beat, the world moves under my feet. نتيجة مبهرة جدا، الحركة طبيعية وكل حاجة شكلها واقعي جدا. تقدروا تشوفوا إنكم تقدروا تعملوا فيديو بيتكلم من موجة نص أو باستخدام صورة. اللي بعد كده اللي هنشوفه هي ميزة مؤثرات فيديو بالذكاء الاصطناعي. دوسوا على الميزة. مايند فيديو بتوفر مئات المؤثرات اللي نقدر نستخدمها. لازم تستكشفوا عشان تعرفوا الأنسب لمشروعكم. الميزة اللي بعد كده اللي هنشوفها هي ميزة مزامنة الشفاه ليبسينك. دوسوا على الميزة، ارفعوا الفيديو اللي عايزين تستخدموه. أنا رفعت الفيديو اللي عايز استخدمه للموقع. تقدروا تستخدموا تحويل الكلام لصوت بكتابة موجة الصوت واختيار أي قالب صوتي من القوالب المتاحة تحت، أو ترفعوا ملف صوتي خاص بيكو بالضغط على Upload Local Audio. أنا هستخدم تحويل الكلام لصوت، هكتب الكلام في خانة الموج. دوسوا على خانة الصوت اللي تحت عشان تختاروا الصوت اللي عايزينه. مايند فيديو بتوفر قوالب صوتية بجودات مختلفة. لازم تستكشفوا كل القوالب وتختاروا الأنسب لمشروعكم. أول ما تختاروا الصوت اللي عايزينه دوسوا على Confirm. تقدروا تزودوا أو تقللوا سرعة الكلام، بس عشان نتيجة أحسن خلوا سرعة الكلام على 1. أول ما تخلصوا كل الإعدادات دوسوا على Generate. الأداة هتطلع النتيجة. نتيجة مبهرة جدا، واقعية جدا، حركة الشفاه طبيعية. دي طريقة تقدروا تخلي بيها شخصيتكم تقول أي حاجة عايزينها. مايند فيديو AI مش مجرد أداة لتوليد فيديو بالذكاء الاصطناعي بس، تقدروا كمان تولدوا صور بجودة عالية. هوريكم إزاي تعملوا كده. دوسوا على ميزة كلام لصورة. بالميزة دي تقدروا تحولوا أي حاجة تتخيلوها الحياة. اكتبوا الموجه اللي عايزين تولدوه في خانة الموجه. أنا هكتب واحدة ست جميلة ماشية وبتفاعلات. دوسوا على خانة الموديل فوق. مايند فيديو بتوفر موديلات بجودات مختلفة زي Flux Context Pro، GPT-4، Kling 2.0، Midjourney وغيرهم. اختاروا اللي يعجبكم. اختاروا نسبة العرض للارتفاع اللي عايزينها ودوسوا على زرار Generate. هتاخدوا النتيجة في ثواني. نتيجة مبهرة جدا، الجودة مبهرة. بموجه بسيط قدرنا ناخد صور بجودة عالية. يلا نجرب صور لصورة. هرفع الصورة اللي عايز استخدمها. اكتبوا اللي عايزينه من الذكاء الاصطناعي في الخانة اللي تحت. أنا هختار موديل GPT-4 وادوس Generate. وآدي النتيجة. نتيجة مبهرة جدا. الأداة قدرت تحول الصورة لأسلوب جيبلي اللي طلبته. دي طريقة استخدام مايند فيديو لتوليد فيديوهات وصور بجودة عالية لمشروعكم. لو عايزين أداة ذكاء اصطناعي بتتبع الموجة بدقة لازم تجربوا مايند فيديو AI. النتيجة هتنبهروا بيها. اللينك موجود في الوصف والتعليق المثبت تحت. كمان ما تنسوش تشاركوا تجربتكم في قسم التعليقات. لو عجبكم الشرح ده ادوا الفيديو لايك واشتركوا في قناتي على يوتيوب. وما تنسوش تفعلوا جرس الإشعارات عشان ما تفوتوش أي فيديوهات جاية. شكرا للمشاهدة، أشوفكم في الفيديو الجاي.